كيفكن يا صبايا؟ يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم، وبتشكركم كثير على التعليقات الحلوة. اليوم عنا طبق هذا هو الطبق اسمه بلورية. اليوم بدنا نساويها، خليكم معنا للأخير بتشوفوها، ولا تنسوا الإعجاب أو الاشتراك، وتعالوا معنا لتشوفوا. هاي الصبايا طحنا الفول السوداني، وحسب كل واحد حسب ماديته، وهاي هي النوعية. وهلا بدي اجهز الكنافة، بدي اقصن ونقليها بالسمنة. هاي جهزنا السمنة، هداك اليوم جربتها. هاي سمنة المرة راحت، وهلا جهزت. وهاي كمان قطعناها، يعني بدك تقصيها بالسكين بالمقص، يعني يكونوا قطع ناعمين. وهلا بدنا نحطها بالزيت نقليها. وهاي جهزناها كمان، حطينا القطر مشان يتماسك الحشوة. خلونا نضيف عليها. هاي هيك هلا حتى ما تتحمص. ها بنيامين هاي عم تعطي اللون الشقر، خليها شوي تكون اغمق. وبعدين بدنا نصفها من الزيت. زيت ابني كمان شو ما بحكي بيقلدني، جديد بده يتعلم اللهجة اللغة، وهيك بيتعلم الكلام بيعيد هيك. يعني هاي طريقة كتير سهلة وبسيطة. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كتير سهلة وبسيطة وما بتاخذ الوقت. ويعني ما فيك مثلا هدول مكوناتها رخيصة، ما مثلا بالمحلات الكيلو 25 يورو 23 يورو. مثلا انت بتجيبيها بالبيت ما بيكلفك شيء. وهذا هو الموجود، مرة هيك ومرة هيك، مرة الفستق الحلبي مرة الفستق العادي. عم تعطي على الشقار لون يعني وصلنا اللون اللي بدنا اياه. هلا بدنا نصفه من السمنة، نصفها من السمنة ونشوف شو بيصير معنا. خلوكن معنا. هاي عم نصفها، فضيناها صفها من السمنة. شوفوا السمنة، هاي هي السمنة. مشان لا يكون السمنة كتير عليها. ونفضي عليها ملعقتين او 3 حسب الوضع الحجم الحشوة. بدنا نحط القطر 2 ملعقتين او 3. هاي جهزنا الصينية، وهلا بدنا نفضي عليها. بدنا نحط هيك، هاي هيك بدنا نضغط عليها منيح. والزوايا الدار من دارها كله حواليها بدنا نعبيها. هلا صارت هون تحت جاهزة. هلا بدنا نحشيها، نضيف عليها الفستق، بس لازم تكون قطر سميك. القطر سميك حتى ما تمسك هاي الكنافة. يا صبايا، بدنا نضغط عليها هيك حتى ما تتمسك منيح. بدنا نفضي الحشوة الأخيرة كلها نفسها ونضغط عليها منيح كمان. هيدي ماما. هيدي
هلا هيك وزعناه وبدنا نضغط عليه. تمام، هي هيك كمان نفسها، وما بحط شي عليها مثلا مشان تتمسك تضغط عليها، لا. هلا هيك اللهم صل على سيدنا محمد تكون جاهزة. هيك بحطها بالفرن، عفوا بالبراد. هاي اللي بدنا نفكه. هلا بدنا نقطعه، بيكون عندنا سكينة بمشار ونقطعه بأرجيكم اياه. يعني فعلا ما شاء الله كتير حلو ومرتب. هاي قطعناها، برجيكم اياه كيف القوام مثل ما بيقولوا. يا ريت جربوها. يعني كتير كتير طيبة وأقل تكلفة، واللهم صلي على سيدنا محمد. يعني وبساعة بتخلصي، وحسب كمية وحسب المواد اللي عندك موجود. يعني ما بيكلفك كتير. مو مثل الفستق الحلبي، الفستق الحلبي بيكون غالي، هذا لأ. ويعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم، ولا تنسونا بالإعجاب أو الاشتراك، وإن شاء الله نشوفكم الفيديوهات الجاية.